دايما كده بيبقى في اماكن مستخبيه محدش يعرف عنها حاجه بس بتطلع حاجات عظمه. بصوا يا جماعه، بما اني قررت انزل جيم واعمل فورمه، فقلت اكيد بعد التمرين هحتاج بروتين. فوالله في مكان هنا في سموحه بيقول على نفسه ان هو جامد قوي في البرجر، فتعالوا نشوفوه. طبعا انت بقى مفكرني ان انا هقول لك شايف الموتزاريلا ستيك بتشد ازاي ومفيش منها اتنين؟ لا بس انا مش هعمل كده. المكان ده بقى عامل شويه عروض انما ايه بيرفكت، باسعار بتبدا من 160 جنيه للسندوتشين السنجل و480 جنيه للاربعه دبل. يعني انت لك ان تتخيل انك هتاخد 4 سندوتشات دبل من اللي انت تختارهم من المنيو كله ب 480 جنيه بس. يعني المكان ده عامل شبه مصباح علاء الدين كده بالظبط، بيقول لك اطلب واحنا ننفذ. وعندهم كمان قاعده اندور واب دور، بس الاب دور اشيك بكتير. اول واحد وهو اللي تشيزي مشروم، وده بقى لعشاق المشروم. وتاني سندوتش هو اللي تشيزي شاور. وفين بقى الناس اللي بتقول لك انا بعشق الجبنه؟ السندوتش ده قنبله جبنه بمعنى الكلمه. وتالت سندوتش هو المشروم سيرس، وده بيبقى عباره عن مشروم مع صوص البني، ده بقى الناس اللي بتحبه. ورابع سندوتش في العرض وهو اللي تشيلي فاير، وده بقى بصوا للناس اللي بتعشق حاجه اسمها سبايسي. اول سندوتش بدانا بيه وهو اللي تشيزي شاور، وهنا انا طلبته تشيكن. وبجد انا مش بافور لو قلت لك ان ده احلى سندوتش تشيكن انا اكلته من فتره كبيره. ده غير بقى ان السندوتش ده هم عاملينه مخصوص للناس بقى اللي بتعشق الحاجات اللي بتبص بقى وتبقى غرقانه جبنه من كل حته دي. يلا بينا على المشروم سيرس بقى كده. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان انا المشروم ده اصلا ما بيجيش معايا سكه، بس بجد في اماكن معينه كده هي اللي بتعرف تظبط معايا المعادله دي وبتخليني اكل. يعني انت سواء ليك في المشروم او مالكش فيه برده السندوتش ده هيعجبك. نسيت اقول لك بقى ان مع العرض ده بينزل ازازه بيبسي 3 لتر ونص، يعني اللي هو انا مش عارف دي هنشربها ازاي. يعني هم لو متعاقدين مع الشركه مش هيعملوا معانا كده. الفرايز طبعا واضح من شكلها ان هي الرفيعه اللي بتقرمش دي. تعالوا نجربوها بصوص الباربيكيو. اهو انت شايف كل اللي اتقال ده كوم، وصوص الباربيكيو ده كوم تاني خالص. تعالوا ندخل بقى كده على التشيلي فاير. وفين بقى الناس اللي بتقعد تقول لك انا باكل السبايسي ده وبحبه؟ هقول لك جرب الساندوتش ده، ولو مالكش في السبايسي ما تطلبوش، او اقول لك ما تخليهمش يحطوا لك فيها ليبي. تعالوا بقى على التشيزي مشروم. وطبعا بقى انت مفكر اقول لك البرجر ده جوسي قوي والجبنه مفيش منها اتنين والجو ده. لا انا هقول لك على حاجه واحده بس، ان صوص الجبنه الكريمي اللي عندهم مميز قوي وان انت لازم تجربه. تيست كده الجبنه الكريمي المركزه اللي هم عاملينها مع الجبنه الشيدر. بصوا وكل اللي فات ده بقى كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص. انا عايز اقول لكم كمان ان هم بيعملوا سماش، واسعار السماش عندهم بتبدا من 60 جنيه للسنجل و90 جنيه للدبل و120 جنيه للتريبل. ده غير كمان ان السماش بيتعمل له عيش مخصوص. بص انت مبدئيا كده التريبل ده انت مستحيل تكمله لوحدك. يعني انا اكيل اهو قد الدنيا وبقولها لك انت مستحيل تخلص التريبل ده لوحدك. تعالوا نبدا باول حاجه وهي بطاطس الوافل بصوص الشيدر مع الهالبين، ودي سعرها عامل 50 جنيه. انا بالنسبه لي اول مره اكل فيها البطاطس الوافل دي عجبتني قوي. وكون بقى كمان ان صوص الشيدر اللي هم عاملينه يبقى مركز قوي، انتوا مش شايفين تقيل ازاي؟ مش سايح كمان مع الهالبينو، فهيظبط معاك الكلام. بصوا السندوتش ده مجملك بين كل حاجه انت ممكن تاكلها في البرجر. فكون بقى ان مطعم برجر يعمل سماش برجر، فانت مستني منه ايه؟ اكيد هيطلع احسن جوده يقدر يطلعها. السندوتش ده يا جماعه دسم بطريقه رهيبه. والمكان ده بقى هو توم هاوك اللي موجود في سموحه جنب مسجد حاتم جنب فتح الله بالظبط. انا مش عارف ليه انا حاسس ان انا بعمل سيشن هنا، بس صدقني المقارنه دي ما فيهاش رحمه. بصوا يا جماعه، بمناسبه المولد النبوي وانا جاي دلوقتي اجرب اكبر براندين بيعملوا حلاوه المولد عندنا في اسكندريه، فتعالوا نشوف. اول واحد وهو الصعيدي، والعلبه دي مشكل ووزنها نص كيلو وسعرها 65 جنيه. ودي بيبقى فيها 2 سودانيه وواحده حمصيه وواحده سمسميه وواحده دديده وواحده دوميه وواحده ملبن مكسرات و2 نواعم، واحده حمصيه وواحده سودانيه. وتاني واحد وهو ابو عمر وسعر النص كيلو عنده ب 40 جنيه. ما عندوش غير سودانيه وحمصيه وسمسميه وملبن. والمفاجاه بقى ان لقيت عنده عرض اشتري كيلو الا ربع خد عليه نص كيلو بسبوسه هديه وب 100 جنيه بس. ويلا بينا نبدا باول واحده وهي السودانيه، ودي اللي مفيش حد ما بيحبهاش. نبدا باول واحد وهو ابو عمر، وده حجم السودانيه عنده، وده الحجم الطبيعي اللي كلنا عارفينه العاديه بتاعتنا. وتاني واحد وهو الصعيدي. الصعيدي حسيت فيه السودانيه اصغر شويه، بس السوداني اللي فيها فاتح مش غامق. عجبتني قوي عن ابو عمر، وحسيت ان السوداني اللي مستخدمينه فيها نضيف. تاني واحده وهي الحمصيه، ونبدا بابو عمر وحجمها قد العقله، وده بيبقى شكلها جامد قوي ويفتح النفس. حاطين ميه ورده على عسل الكركوز، ودي اكتر حاجه بتقفلني من الحلويات، بس طعمها الحمصيه العاديه بتاعتها. اما بقى الصعيدي هو ده حجمها، والفرق بينها وبين الثانيه ان الثانيه كانت اعرض لكن دي اطول، وتحس ان هم مستخدمين حمص ابن ناس كده، مش الكيس اللي بيتباع ب 5 جنيه ده. واكتر حاجه عجبتني فيها ان هم مش مستخدمين فيها ميه ورده. يلا بينا على الحمصيه. وابو عمر مركز في العرض لكن الصعيدي بيركز في الطول. انا اصلا مش بحب الحمصيه ولا عمري باكلها، بس عجبتني في ابو عمر. الاثنين تقريبا في الصعيدي وابو عمر قريبين من بعض كطعم وكحاجه. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي، وفي اخر الفيديو هقول لكم ايه افضل مكان تجيبوا منه حلاوه المولد النبوي. بعد تدوير كتير لقيت ان دول انسب اتنين ممكن يدخلوا في مقارنه مع بعض. انا مش عارف هي دي الصراحه اسمها ايه، بس انا تقريبا مش حاسس بطعم فيها، مش عارف اميزها بحاجه اصلا. اما بقى الدوميه عند الصعيدي فهي حاجه تانية خالص، محشيه من قلبها مكسرات مش سوداني. دول برضو اقرب ملابن ممكن يتقارنوا ببعض. اول واحد وهو ابو عمر وبيجي بالشكل ده، فهو على الشكل فهي حلوه، فانا كالطعم فهي ما عجبتنيش خالص، لكن اكيد في ناس بتحبها دي وبتعجبها. ادخلوا بقى على الملبن عند الصعيدي، وده شكلها جامد قوي. الفكره بس عند الصعيدي ان هم بيهتموا بكل التفاصيل والكواليتي. انا اصلا زي ما قلت لكم ما بحبش الملبن دي في الطبيعي اصلا، ما باكلهاش، بس عجبتني في الصعيدي شويه بسبب المكسرات والتيست بتاع المكسرات، لكن غير كده ما اظنش ان انا ممكن اشتري واحده فيهم. احنا كده يعتبر جربنا كل حاجه في ابو عمر ما عدا البتاع الغريبه اللي طالعه بره دي. الصراحه انا مش عارف اسمها، اللي يعرف اسمها يكتب لنا تحت في الكومنتات. هو ده بقى شكلها وحجمها، انا مش عارف انتوا عارفينها ولا اول مره تشوفوها شبهي كده. ريحتها بتفكرني بقمر الدين اللي كنا بنجيبه في رمضان. مش عارف ليه هي طعمها عامل كده ليه، بس هي ما عجبتنيش خالص، بس يمكن عادي تعجب اي حد غيري، برده بتبقى اذواق. احنا كده خلصنا البوكس بتاع ابو عمر كله، ندخلوا بقى الصعيد. ندخلوا بقى كده على النواعم سوداني، ودي بقى اللي مش موجوده في ابو عمر. عجبتني قوي، والسوداني اللي مستخدمينه فيه سوداني نضيف، ودي بقى النواعم حمصيه ومش هنجربوها لان هي
نجربه بقى. اكتر حاجه انا بستناها من السنه للسنه عشان اكلها وهي اللذيذه بجد يا جماعه. لو قعدت اوصف لكم عن جمالها وحلاوتها مش هعرف اوصفها لكم، مش هيفهم الكلام اللي انا بقوله ده الا محبين الجوز الهندي. مفيش بقى احلى من انك لما بتبقى بتاكل الحاجه اللي انت بتحبها على فيو البحر ده. دي بقى اللي احنا خدناها ديت، انا بتاخد كيلو الا ربع عليه نص كيلو هريسه 100 جنيه. ده بتفكرني بايه؟ بتفكرني بالهريسه بتاعت زمان. انت مع اول قطمه كده هتقول هي طريه كده ليه، لكن مع تاني قطمه بص هتلاقي طعمها جامد قوي. دي بقى اللي تستاهل ان انا اروح لابو عمر مخصوص عشان اجربها تاني. لكن في حلاوه الموسم الصعيدي هو اللي يكسب. انا عارف ان انا لو قلت لك ان ده اكبر واتقل برجر انا اكلته في حياتي انت ممكن ما تصدقش. بصوا يا جماعه انا رايح دلوقتي اجرب مكان بيعمل برجر من 2015 وعندهم كمان اكتر من 10 فروع في القاهره وفي اسكندريه. بيعملوا بقى البرجر اللي هي الاحجام العائليه دي، عارفينها اللي هي السندوتشات فيها بتبقى مليانه على الاخر، فتعالوا نجربوه. عرفنا بقى ان هم عاملين اوفر على المنيو الجديد فطلبنا المنيو كله. لك بقى انت تخيل ان مكان زي ده لما يعمل اكستريم منيو شكله هيبقى عامل ازاي. اول برجر جربناه هو الجولدن رينج، وده بيبقى عباره عن قطعه البرجر مع اونيون رينجز مع طماطم مع خس. انا لو قعدت اتكلم من النهارده لبكره عن حلاوه العيش وان اللي هو فريش لابعد ما تتخيل انا مش عارف اوصفه. ده غير كمان اصلا ان العيش ده بيتعمل لهم مخصوص. انت مع اول قطمه كده هتحس بطعم اللحمه واضح وهتحس بطعم كل الصوصات. واللي عجبني في الساندوتش ده هو طعم اللحمه والكواليتي اللي مستخدمينها في اللحمه والصوصات جامده قوي. وتاني برجر بقى ده بيبقى عباره عن قطعه البرجر مع موتزاريلا ستيك مع شيدر مع طماطم وبصل وخس. مفيش ابسط من كده. وانا طبعا مش هكلمكم على الكواليتي لان مكان زي ده طبعا معروف عنه الكواليتي هيبقى عامل ازاي. من اول البرجر والتسويه والصوصات مفيش احسن من كده. هيعجبك اول برجر ده لو انت بتحب البرجر السيمبل واللي ما فيهوش لعب ياما، بس لو مش بتحب البصل يبقى شيله من الساندوتش او ممكن تقول لهم هم بيعملوا الاوردر. وتالت ساندوتش جربناه هو الرويال شرو، وده بيبقى عباره عن قطعه البرجر مع مشروم مع الجبنه الكريمي مع طماطم وخس. فين الناس اللي بتحب المشروم بقى وبيقول لك احنا ما بناكلوش غير فريش؟ ما تنسوش بقى تصلوا على النبي بقى. واحب اقول لك يا غالي ان الناس دي مش معروف عنها غير ان هم كل حاجتهم فريش. الناس بقى اللي بتحب المشروم انا شايل لكم مفاجاه في اخر الفيديو. انا عايز اقول لكم على حاجه، بس انا اصلا ما بحبش المشروم بس استغربت ان انا اكلت في الساندوتش ده ورحت فيه. الكولا دي جت في وقتها. ربع سندوتش بقى وهو المونستر، وده بقى مونستر بجد. انت مش شايف شكله عامل ازاي؟ انا عايز اقول لكم يا جماعه ان حجمه تقيل قوي. انا شايله بايدي الاثنين وتقيل برضه، يعني اللي هو انا ما بقتش عارف هو حجم السندوتشات عندهم كبير قوي كده ليه. طبعا انتوا بقى مستغربين ان انا عمال اقسم في السندوتشات بالنص كده ليه، عشان حجمها كبير قوي طبعا مش عارف اكلها لوحدي. انا عايز اقول لك يا غالي ان من كبر السندوتش انا اتبهدلت. الناس دي ما بتهزرش، هم ما عندهمش في المنيو الجديد غير 5 سندوتشات برجر، وهو ده السبب اللي مخليهم مركزين على نفس الكواليتي من اول ما فتحوا لحد دلوقتي. بجد ما فيش احسن من ان كل واحد يتخصص في المجال اللي هو شاطر فيه. طبعا انا بعد الابتسامه دي بقى لازم ندخلوا على اخر سندوتش واكبرهم. يلا بينا بقى كده ندخلوا على اخر سندوتش وهو البيج بوي. لا بقى انت تركز معايا بقى كده عشان ده بيج بوي بجد. انت مش شايف حجمه عامل ازاي جنب وشي بجد؟ يا بختكوا يا اللي بتحبوا المشروم. السندوتش ده معمول مخصوص لعشاق المشروم. انا ماليش تقل على المشروم قوي الصراحه. تاكل ازاي ده انت تقسمه نصين كده وتاكل فيه اليوم كله، او تجيب 3 اصحابك وتستغلوا الخصم اللي هم عاملينه. والمكان هو هولمز وعندهم اكتر من 8 فروع في اسكندريه وفرعين في القاهره، وانا كنت في فرع محطه الرمل اللي موجود قبل الميدان. انا مش عايز اصدمك بس واقول لك ان شويه الحلويات اللي انا باكلهم دول سعرهم معدي ال 200 جنيه. بصوا يا جماعه احنا جايين دلوقتي كارفور مخصوص عشان نجرب اي حاجه غريبه كان لها قدامنا. يلا بينا. احنا اي حاجه هنلاقوها غريبه كده قدامنا هنشتروها. ده بقى الممر بتاع كارفور، ولقينا المكان ده واسمه سويتس تقريبا، واللي واضح من اسمه ان هو متخصص في الحلويات. بس انا لقيت عندهم بقى شويه حلويات غريبه كده باشكال والوان غريبه، فقلت لازم اجربها. بصوا انا بالنسبه لي كل حاجه من دول جديده عليا، فانا هجرب كل نوع منهم. بصوا بقى اعذروني لان في اكتر من 50 نوع، فانا طبعا مش هبقى ملم بيهم كلهم، واكيد طبعا مش عارف اسمائهم. فيا ريت يعني اي حد جرب الحاجات دي قبل كده وعارف اسمائها يكتب لنا برده تحت في الكومنتات عشان ما نتسوحش. يا جماعه انا في بتاع غريب كده لقيته عامل شبه المتفجرات اللي موجوده في لعبه حرب امبابه اللي كنا بنلعبها واحنا صغيرين. اشكالهم غريبه قوي هتحسها بتشد. ريحتها حلوه دي. انا عايز اقول لك يا غالي ان انا اول مره في حياتي كلها اشوف حاجات شبه كده. يعني انا اصلا بالنسبه لي الحاجات دي تجربه جديده قوي. ما باكلش غير اللي في الفيديو، نفسي تصدقوني. الاستاف اللي هناك كان مفكر ان انا باكل اكل كله اللي بيظهر في الفيديوهات، ما يعرفوش ان انا عامل دايت. نسيت اقول لكم صح ان انتوا هتلاقوا العاب لاطفالكم كمان، او شويه الحاجات اللي انا خدتها دي سعرها من 203. يلا بينا بقى كده نطلع من كارفور ونجرب الحاجات دي بره. انا متحمس قوي. طبعا انا كنت مستغرب قوي من شكلها، بس باين من ريحتها ان هي جيلي كولا. دي بقى طعمها مختلف شويه بس جيلي كولا برضه. مش عارف ليه حسيتها فراوله باللبن كده. جيلي كولا عاديه بس احساسها باللبن مكثف مش عارف ليه. هي دي تقريبا الحاجه الوحيده اللي انا اعرفها. دي بقى جيلي كولا العاديه بتاعتنا. حسيت طعمها مركز شويه عن الجيلي كولا العاديه اللي مشتريها في اكياس. بص هو انت دي من جوه جيلي عادي، لكن التوبنج اللي بره سكر وملو. اهو بقى اللي انا باكلها دي تحسها توفي كده مع جيلي كولا، يعني ميكس غريب كده. جربناه مش القلب. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي، وهقول لكم على حاجه في اخر الفيديو بقى كده ملخص تجربتي كلها. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان الملمس والريحه هيشدك قوي يخليك عايز تجربها. انا لحد دلوقتي كل الحاجات اللي جربتهم دول عجبوني وبقيت مقتنع قوي بالمكان. هي دي بقى نفس اللي فاتت، بس فرق ان التوبنج دي بتاعها اسود. هتحس بطعم السكر كده وهو بيقرقش في بقك، وهتحس ان انت بتاكل حاجه جديده كده. انا مش عارف هو ايه الاختلاف بينها وبين العاديه، بس غالبا يعني بيبقوا كلهم نفس الطعم. حاجه تقريبا كلها نفس الطعم اصلا، بيبقى فرق الشكل بتاعها 90% اصلا كل دول واحد. يلا بينا بقى ندخلوا على تاني كيس كده، وده بقى اللي فيه المتفجرات. اول واحده جربناها بقى ودي اللي شكلها عامل شبه طعم السنان يا جماعه، ملمسها كيوت قوي، عامله شبه الكوتون كاندي كده بالظبط. العيال الصغيره هتحب قوي الكلام. انا دلوقتي بس عرفت ليه البنات والعيال الصغيره بيحبوا قوي الحاجات دي. تعالوا نجربوا اللي شكلها عامل شبه العقد دي، ودي بتبقى جيلي كولا عاديه
بس بقى هم فاردين. والتوبنج اللي من بره بقى ده بيبقى سكر. كان طعمها جديد بالنسبه لي بس العاديه احسن منها. هي بتبقى اذواق برده بس ده ذوق يعني، ممكن انت تعجبك جدا عادي. اهو بصوا بقى اللي شكلها عامل شبه الفراوله دي شد عيني من اول ما رحت هناك. طعمها عامل شبه الجيلي الفراوله اللي كنا بنجيبه زمان. انا مش عارف اوصف لك ملمسها كده عامل ازاي يعني. فين انت الحاجه اللي بتبقى طريه دي بس عامله شبه الاسفنجه دي، هي كده بالظبط. انا مش عارف انت فهمتني ولا ايه، بس هي طعمها جامد الصراحه. اهو بص انا دي حسيتها توفي كده في نفسها بس متنكره في هيئه جيلي كولا، بس عجبتني قوي الفراوله بتاعتها جامده قوي. بص المتفجرات بقى دي شدني قوي من اول ما روحت اصلا، شكلها غريب قوي وطعمها اغرب، ما انصحش حد يجربه. اغرب حاجه اصلا موجوده هنا. عايز اقول لكم بقى يا جماعه البنات هتحب الكلام ده قوي. انا خايف بجد اقول لك على الاسعار اللي عرفتها عن المكان ده، لاني مش هعرف اروح المكان ده تاني من كتر الزحمه اللي انتوا هتخلوها هناك. بصوا يا جماعه انا رايح دلوقتي مكان بيعمل تقريبا جميع انواع الاكل اللي انت ممكن تتخيله. يعني بيعمل فتات، شاورمات، كريبات، حركات، سندوتشات بكل الصوصات، ده غير الستريبس والوافل. هم تقريبا بيعملوا جميع انواع الاكل ما عدا حاجه واحده بس وهي البيتزا، واشك كمان ان هم ما بيعملوهاش. اول سندوتش جربناه هو اللي تشيكن كريسبي وده سعره عامل 60 جنيه. يعني هو كون ان الساندوتش ده يبقى 45 جنيه على كميه الحشو اللي موجوده فيه، فدي حاجه جامده قوي. انا عايز بس اكلمكم شويه عن العيش اللي عامل شبه العيش الباتيه اصلا. العيش بيدوب بمعنى الكلمه، واللي تشيكن اللي مستخدمينها فهي تشيكن قطع مش عجين. وتاني ساندوتش هو الكفته وده سعره عامل 35 جنيه. فهو على صبع الكفته ده كله مع الصوصات مع الخضار ب 35 جنيه بس، فدي حاجه توب. الكفته ما عجبتنيش قوي لان هي كانت مقليه في الزيت، لو كانت مشويه كانت هتبقى احسن بكتير، ودي اذواق برضه. ندخلوا بقى على البرجر. ايه ده هو راح فين؟ هو مبدئيا كده قطعه البرجر بتغرق جوه الساندوتش، حجمها صغير جدا على حجم العيش. انا بجد يا جماعه لو قعدت اتكلم لكم من النهارده لبكره عشان اوصف لكم حلاوه العيش ده مش هعرف اوصفه. انا اول مره ادوق عيش بالحلاوه دي. العيش عامل بالظبط شبه الباتيهات اللي بنشتريها من الشركات المعروفه. تعليق بس على ان البرجرايه تكبر شويه لان هي ما كانتش باينه من العيش. يلا بينا بقى ندخل على البرجر التشيكن. وطبعا واضح ان هم مستخدمين فراخ صدور مش عجينه. يعني انت لك ان تتخيل ان هم مستخدمين فراخ لحم مش عجينه، والاثنين برجر من ده عاملين 95 جنيه. اكيد انت فاكرني بهزر من الاسعار اللي انا بقولها دي، بس لا بجد هي دي الاسعار فعلا. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي. ومش هقول لك غير حاجه واحده بس يا غالي، ان التشيكن عندهم حاجه مختلفه خالص. فين بقى اللي بيطلع يقول لك ان الحاجه الساعه جت في وقتها؟ لا هنا بقى جت في وقتها فعلا. يلا بينا بقى ندخلوا على الهوت دوج. وانا اكتر حاجه شدتني وهي التشريحه اللي هم عاملينها. يعني فين بقى المثل اللي هو بيقول لك انت بتاكل بعينك قبل بطنك؟ هم بقى عملوا معايا كده. يعني هم مهتمين بكل تفصيله في الاكل. تعالوا نجربوا الفرايز الشيدر بقى من عندهم مع الهالبينو كده ونشوفوا طعمها عامل ازاي. صوص الشيدر عندهم تقيل قوي فهيعجبك. ما تنساش بقى ان الهالبينو بيبقى حامي. وطبعا انا بقى مش لسه قايل لك من شويه ان التشيكن عندهم حاجه تانية خالص، فطلبنا الوجبه دي، ودي بتبقى عباره عن 4 قطع ستريبس مع بطاطس وكولسلو وتوميه، وبينزل لك معاها كمان عيش باتيبيه، وسعرها كان عامل 115 جنيه. نسيت اقول لك برده ان الصوصات اللي بتنزل معاها بيبقى شيدر وكاتشب. تعالوا بقى ننزلوا بقطعه الستريبس دي بقى كده في الشيدر وكل يا معلم. بجد يا جماعه انا كل ما افتكر نفسي وانا باكلها بجوع قوي. هي جامده قوي الصراحه. انا عارف بقى ان في ناس هتقول لي انت بتأفر، بس هي لا بجد جامده قوي. تعالوا نجربوا بقى الكولسلو كده من عندهم. مش اي حد بقى بيعرف يعمل الكولسلو ده بجد. انا لو قلت لك ان انا ممكن اروح هناك مخصوص عشان خاطر ان انا اكل الكولسلو ده بس لوحده انت مش هتصدق. تعالوا نعملوا ميكس بقى كده من اختراعنا. ناخدوا العيش اللي نازل معاه ده مع قطعه ستريبس مع شويه بطاطس بقى كده مع الشيدر بقى كده، ونغرقها شيدر من كل حته مع شويه كاتشب كده وكولسلو، وكل بقى يا معلم. انا عايزك لما تروح هناك تعمل الميكس ده ومش هتندم. تعالوا بقى ندخل على الفتات. اول واحده وهي الفته الشاورما كريسبي. كميه الفراخ الموجوده فيها كتيره، واكتر حاجه عجبتني ان هي قطع، والرز بتاعهم حلو قوي رغم اني ما بحبش الرز ده بس هو عجبني. وتاني واحده بقى وهي الفته الشيش، واكتر حاجه عجبتني فيها هو صوص الباربيكيو اللي هم حاطينه على الوش. الصوص مع الرز مع الشيش مخليها الطعم في حته تانية خالص. وجربنا برده الفته شاورما فراخ ولحمه ودي كانت تحفه. وعندهم كمان كريبات بس بيدلعوها على الاخر. ده غير كمان الوافل اللي لازم تجربه من عندهم، اللي انا نسيت اصلا اصوره من كتر حلاوته. وده بقى الاونر بتاع المكان وبجد شخصيه محترمه جدا. ده غير بقى ان الاستاف اللي جوه هتلاقيه بيضحك ويهزر معاك ومتعاون معاك جدا. والمكان ده هو بقى 7 دايز اللي موجود في فاكتوريا في شارع جمال عبد الناصر جنب مستشفى طيبه. انا عارف ان انا لو قلت لك ان انا طالب الاكل ده كله ب 125 جنيه بس انت ممكن ما تصدقنيش، بس دي الحقيقه. بصوا يا جماعه انا شفت العرض ده على النت، فانا عايز اعرف ازاي مكان زي ده يعمل ماريه مع شاورما فراخ مع برجر ب 125 جنيه بس. تقريبا المكان ده بيخسر. طلبنا الاوردر ديليفري بقى وبيجي بالشكل ده. بيجي معاه خيار مخلل ودي الشاورما، وبيجي معاه توميه، وده البوكس بتاع الماريه. ده المفروض البرجر. بص انت مبدئيا كده من اول ما هتشوف الماريه انت هتضحك من حجمها، لان هو باين جدا ان هم مستخدمين العيش الكايزر مش العيش بتاع الماريه. بس اللي عجبني ان رغم كده ان العيش طري وفريش. بصوا بقى كميه الحشو اللي فيها، فكميه الحشو فيها محترمه جدا، وحتى كميه التوميه اللي فيها كتيره. انت مع اول قطمه كده هتستغرب ان ازاي الشكل ده يبقى بالطعم ده. بجد طعمها جامد قوي وكميه الحشو اللي فيها كويسه جدا. بس اللي انا كنت مستغرب له بقى ان كميه التوميه كانت كتيره جدا، ورغم كده ما كنتش حاسس بالتوميه. بس لو هطلب حاجه تاني من عندهم فهطلب الماريه. تعالوا نجربوا البطاطس كده بقى من عندهم ونجربوها بالتوميه. ونسيت اقول لكم ان البطاطس بيجي مرشوش عليها كده رشه كمون، فدي بالنسبه لي حاجه جديده. البطاطس مستويه كويس ومش شاربه زيت رغم ان شكلها مش عاطفي خالص، بس طعمها حلو. تعديل على التوميه بس محتاج التوم يزيد فيها سيكه. يلا بينا بقى ندخلوا على ثالث حاجه في العرض وهو سندوتش الشاورما السوري، ومطعم سوري يعني شاورما سوري. كميه الحشو مناسبه جدا على سعره، والعيش واخد له تحميصه كده فهتلاقيه بيقرمش معاك، والتوميه والمخلل طعمهم واضح كمان، فانت مع كل قطمه هتحس بطعم كل حاجه في السندوتش. تعالوا نحطوا بقى على الشاورما دي توميه، لان انا اصلا بالنسبه لي اكل سوري يعني توميه. بجد اللي اخترع التوميه ده اختراع عظمه.
نسيت اقول لكم يا جماعه ان بيجي معاهم خيار وجزر مخلي للكبار دول اللي هم بيبقوا بتوع الاكل السوري. بجد انا متوقعتش ان مكان زي ده يظبط المعادله في كل حاجه كجوده اكل وكسعر. وطبعا بقى اكله حلوه زي دي محتاجه فيو جامد كده شبه ده. تعالوا ندخلوا على اخر حاجه بقى كده وهو البرجر. طبعا انت هتقول لي هم مش حاطينه في بوكس كده ليه او علبه؟ هقول لك يا غالي ان كل ده ب 125 جنيه بس، يعني انت مستني ايه؟ ده كتر خيرهم قوي ان هم عاملين كده. ايه ده في بطاطس حلو. ايه برجر ايه؟ هو حجم البرجر صغير جدا بس هحب افكرك ان كل العرض ده عامل 125 جنيه بس. حاطين عليه توميه، برجر عليه توميه وعليه بطاطس. طبعا انا كنت مستغرب زيك كده ان البرجر يبقى عليه توميه، ده اللي هو ازاي ده انا ما اعرفش، بس كان طعمه حلو برده ما كانش وحش. ده بيفكرني بايه؟ البرجر بتاع زمان، البرجر بقى مش البرجر، فكرني بالبرجر بتاع زمان. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي. فاكرين انتوا بقى البرجر بتاع زمان خالص اللي هو من اول ما اخترعوا يعني ايه برجر اصلا؟ فهو طعمه شبهه بالظبط. والمكان هو عيله دمشق اللي موجود في سموحه في شارع توت عنخ امون. انا من حلاوه وجمال المنظر عايز اخد الطبق ده كله واروح بيه. بجد انت هتندم ندم عمرك لو ما جربتش المكان ده. بصوا يا جماعه نازل دلوقتي الساعه 12 بالليل مخصوص لمكان بيعمل مشويات وعيش باللحمه وعيش بصدق وسماش برجر، وعندهم بقى كمان اجمد حاجه وهو طبق المشكل. وطبق المشكل ده كفيل ينسيك الدنيا باللي فيها. يلا نشوفوه. والمكان ده بتاع شاب مجتهد اسمه مروان السوري واقف في السيوف بعد قريه عبد الوهاب. سمعت بقى ان هو بيعمل اجمد واحسن مشويات في اسكندريه، فقلت لازم اجربه واجي اتعشى من عنده واصور له الفيديو الجميل ده. ما هو اصل حرام مكان زي ده بيطلع الاكل بالكواليتي ده ويفضل زي ما هو. بجد شغالين بافضل ماتيريال واغلاها يا جماعه. دول شغالين ببطاطس مجمده وعندهم بقى المشاوي ما بتهزرش زي ما قال الكتاب. جربت بقى من عنده اول حاجه وهي السماش برجر السنجل. وهنا يا جماعه لو قلت لكم الجوسي ده اتعمل عشان البرجر ده مش هتصدقوا. بجد انا ما اكلتش برجر طري بالشكل ده. فين بقى الناس اللي بتطلع تقول لك ده جوسي قوي؟ لا ده هو جوسي قوي 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 كمان. بجد السماش برجر هناك لازم تجربوه. والفرايز كمان بصوص الشيدر اللي هم بيعملوه يا جماعه جمدان جمدان بمعنى الكلمه. وتاني حاجه جربناها برده من عندهم وهو الحواوشي لحمه، وبيبقى غرقان لحمه بمعنى الكلمه وبيبقى في قلبه جبنه. ده جامد ده برده. انا كنت مفتقد طعم الحواوشي بتاع زمان. علشان كل حاجه تكمل بقى كده وتبقى زي ما قال الكتاب لازم ننزلوا بقى بيها كده في الطحينه. وجربت برده من عندهم الحواوشي ميكس ده وده كان خطير، بس مشكلته ان هو كان سخن نار. انا مش عارف هو ايه المكان ده اللي لحد دلوقتي ما يطلعش فيه غلط. الحواوشي محتاج مخلل وطحينه، واهم حاجه هي الزيتون. جربت برده من عندهم الحواوشي الصدق، بس نصيحه مني انت لازم تسيب الحواوشي ده يبرد لان هو بيبقى طالع مع الشوايه كده محتاج يبرد شويه. بس عشان انا جعان مش هستناه يبرد. الصدق كان جامد بس بالنسبه لي انا اللحمه والميكس يتفوقوا عنه. وطبعا حواوشي يعني طحينه جامده قوي كل حاجه جامده. ندخلوا بقى على طبق مشكل المشاوي ده، وانا عايز اوصف لكم فرحتي وهو بينزل الطبق ده كاني باخد منه مفتاح الشاليه بتاعي في الساحل الشرير. انت بجد من جمال وحلاوه المنظر ان الطبق ده اروح اتقدم بيه مش هاكله. ده هو ده بقى اللي شرف بجد. ايه ده؟ انت شايف التسويه بتاعت الفراخ شكلها عامل ازاي وبيضه ونضيفه من قلبها. عشان الفراخ المشويه دي بقى تكمل لازم ننزلوا بقى في الطحينه كده ونشوفوا طعمها هيبقى عامل ازاي. احنا كل ده بقى كده كنا بنسخنه. ندخلوا بقى على التقيل واللي بجد وهو الطرب. بجد شكل الاكل مع التقديم كفيل انه يشبعنا. ننزلوا بقى كده في الطحينه ونجربوا طعمه هيبقى عامل ازاي. لك انت تتخيل ان مكان زي ده لما ينزلني الساعه 12 بالليل من بيتي فطعم الاكل شكله هيبقى عامل ازاي. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي وتعالوا ندخلوا على صابع الصدق. نلغوصوا صباع الصدق ده كده في الطحينه. طبعا انتوا مستغربين ان انا كل حاجه بحطها على الطحينه، بس الطحينه عندهم مميزه قوي. انت متخيل ان الكباب اللي في ايدي ده رغم الدهنه اللي فيه ده ما بيعضش؟ يعني تعالوا ننزلوا بقى كده في الطحينه وناكلوها. بصوا هتلاقيها بتدوب أصلاً. بجد مروان شاب مجتهد جدا وبيقدم كواليتي قصاد سعر بطريقه رهيبه. انا كنت مفكر بقى واحد عادي واقف في الشارع بيعمل سندوتشات بقى والجو ده ومشويات عاديه جدا، لكن لما جربته بجد اتصدمت. ومكانه موجود في سيوف بعد قريه عبد الوهاب بشويه. انا مش قادر. انت مش شايف بجد جامد قوي. ايه ده؟ احنا كده جربنا كل حاجه. انت ناقص تاكلني. وزي ما قلت لك يا غالي موجود بعد قريه عبد الوهاب بشارع.